مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار على نيكست نيوز، حيث نوافيكم بآخر المستجدات والأحداث لحظة بلحظة بكل دقة وموضوعية. إليكم التفاصيل. تتواصل ردود الأفعال حول الصرح الرياضي الجديد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي أعيد بناؤه في ظرف وجيز لم يتجاوز 2 وفق مواصفات عالمية وبكفاءات مغربية خالصة. الإنجاز السريع والمتميز أثار مقارنات عديدة مع تجارب أخرى في المنطقة، حيث أظهرت بعض المشاريع تأخراً كبيراً وتجاوزت سنوات طويلة من الأشغال دون أن تحقق المستوى المطلوب. ويبرز هذا المشروع الفارق في سرعة التنفيذ وجودة العمل، إذ استطاعت الشركات المغربية إنجاز ملعب متكامل خلال فترة قياسية، بينما استعانت بلدان أخرى بشركات وعمالة أجنبية دون أن تتمكن من الوصول إلى نفس المستوى من الحداثة والجمالية. الملعب الجديد نال إشادة حتى من صفحات ومصادر إعلامية جزائرية، التي كانت في البداية تشكك في إمكانية إنجاز المشروع خلال فترة قصيرة، قبل أن تعود مؤخراً لوصفه بالتحفة الفنية. هذا التحول في المواقف يعكس حجم المفاجأة التي أحدثها الملعب الجديد، ويؤكد تفوق التجربة المغربية في مجال البنية التحتية الرياضية. وبالتوازي مع ذلك تتواصل الأشغال في ملاعب مغربية أخرى مثل ملعب طنجة الكبير، الذي عرف تدخلاً تقنياً متقدماً على مستوى العشب، فقد أنهت شركة سوميكوترا عملية تهجين العشب الطبيعي بألياف اصطناعية عالية الجودة عبر تقنية حديثة تعد الأولى من نوعها في أفريقيا، ما يعزز صلادة أرضيته ويضمن جاهزيته لاستضافة المنافسات الكبرى، بما في ذلك كأس إفريقيا للأمم المقبلة. هذه الإنجازات تؤكد التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تطوير بنياته التحتية الرياضية بأحدث المعايير العالمية في أفق استضافة تظاهرات قارية ودولية، وترسخ مكانته كوجهة رياضية رائدة في المنطقة. هل ترغب أن أصيغ هذا التقرير بأسلوب حيادي دبلوماسي أكثر بدون مقارنات مباشرة مع الجزائر، أم تفضل أن أترك فيه طابع الجدل الإعلامي كما في النص الأصلي؟ ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.